البطريق هو نوع من الطيور البحرية، ما بيعرفش يطير. بيعيش في النص الجنوبي للكرة الأرضية وخصوصا في القطب الجنوبي. وفي الحقيقة البطريق بيعتبر من الطيور المميزة جدا، مش علشان ما بيعرفش يطير، لا، علشان بيقضي تقريبا نص حياته تحت المية. والمميز فيه إن أجنحته بتعتبر زعانف يقدر يغطس ويعوم بيها تحت المية براحته. زيادة على كده لون ريشه اللي تحسه شبه بدلة فرح ده بيساعده تماما على التمويه والتخفي من الحيوانات اللي بتهاجمه وتصطاده وهو في المية. أضخم وأكبر نوع بطريق لسه عايش لحد النهاردة هو البطريق الإمبراطوري، وده طوله بيكون حوالي 110 سنتيمتر ووزنه تقريبا 35 كيلو جرام، في حين إن أصغر نوع بطريق معروف هو البطريق القزم اللي طوله ما بيزيدش عن 40 سنتيمتر ووزنه تقريبا 1 كيلو جرام بس. درجة حرارة جسم البطريق تقريبا شبه الإنسان، حوالي 38 درجة مئوية، لكن جسمه بيحتوي على طبقة من الدهون تحت الجلد بيسميها العلماء دهن الحوت، وفوق الطبقة دي طبقتين من الريش بيغطوا الجلد، وده بيخليها تقدر تتكيف مع درجات الحرارة الباردة جدا. وكمان البطريق عنده غدد بتفرز زي زيت بيغطي ريشه علشان يخليه مقاوم للمية والهواء. وزود على كل ده إن البطاريق دايما بتكون لازقة في بعض في مجموعات بتصل لحوالي 5000 بطريق في المجموعة الواحدة علشان يتدفوا. بس مش كل البطاريق بتعيش في التلج، في بطاريق بتعيش في مناطق استوائية حر جدا زي بطاريق الجلاباجوس اللي بتعيش قريب من خط الاستواء، والبطاريق دي بتمد جناحتها وتنفش ريشها علشان تبرد جسمها. والبطريق في الحقيقة طائر عجيب جدا، خصوصا في طريقة زواجه، لأنه لما بيقرر يتجوز بيبتدي يتمشى وهو فارد صدره وناصب طوله ويتفرج على البطاريق الإناث كأنه بيدور على فتاة أحلامه، ولو أنثى ما أبدتش الإعجاب بيه بيسيبها ويمشي بكل كبرياء، لكن لو أعجبت بيه بيتقدم ويخطبها. وده موضوع يبدو غريب جدا، لكن علماء الطبيعة أكدوا أن في حيوانات كتير عندها فترة خطوبة، ومنهم البطريق اللي بيختار شريك حياته ويفضل معاه تقريبا مدى الحياة. مش بس كده، لا، ده كمان بيقدم لها حجر أملس شكله جميل بيقعد يدور عليه فترة طويلة كرمز لطلب إيدها، أو نقدر نسميه الشبكة. البطاريق بتتغذى على الأسماك والمأكولات البحرية، وعلشان هي بتستهلك كميات كبيرة فدايما بتلجأ للمية اللي فيها تجمعات أكل كتير، بشرط تكون أمان وما فيهاش حيتان مثلا تهدد حياتها. وعلى الرغم من طريقة مشي البطريق البطيئة اللي بتبدو مضحكة، إلا إنها تقدر تمشي بسرعة زي سرعة الإنسان، ده غير إنها تقدر تعوم بسرعة 13 كيلومتر في الساعة. والبطاريق مش بتخاف من الإنسان، لا، دي ممكن تقرب من مجموعات البشر عادي جدا، لأن غالبا البطاريق مش بيهاجمها أخطار على سطح الأرض، ولكن معظم الأخطار اللي بتهدد حياتها بتكون في المية. ورغم ان البطريق بيقضي نص حياته في المية، لكن ما بيعرفش يتنفس تحتها، وبيقدر يكتم نفسه في الغطسة الواحدة من 7 ل 20 دقيقة. وأخيرا في معلومات كتير جدا عن البطاريق وحياتها فعلا تستحق الدراسة، بس الواضح والأكيد إنه طائر مسلي وعجيب جدا.